روتيني الاسبوعي في تنظيم التقديه اللي كتنفعني في لانش بوكس ديال الوليدات وليا حتى انا، وما كنبقاش نفكر كل مره اشنو غندير. اول حاجه كنبدا بها هي الخضره. بالنسبه للخضره ما كنغسلهاش مطيشه، كنديرها في واحد الشبيكه كنفرش لها البابي ابسوربون وكنديرها في الفلفل. هي ما كنغسلهاش، كنديرها في فيلم اليمونتير بهذا الشكل، كتنفعني بزاف في البيتزا وفي لي سون. الخيزو والخيار حتى هو كندير ليه غير فيلم اليمونتير بهذا الشكل. اما بالنسبه للخس فضروري ما خاصكم تغسلوه بالماء والخل، حيت كتلقاو فيه بحال هاد الحشرات. غسلوه مره وجوج وثلاثه، من بعد سقطروه ونشفوه وديروه في واحد لابوط، فرشوا ليه البابي ابسوربون من تحت. ولي خوي حتى هما كنغسلوهم في الماء والخل، كنشفوهم مزيان وكنديرهم حتى هما في الثلاجه. اما بالنسبه للبطاطا فكنديرها في واحد الشبيكه، كنفرش لها هكا البابي وكنخليها غير على برا. اللي تيقول تقديو لانش بوكس ضروري من العدس ولا باتون، ضروري ما خاصهم يكونوا عندي، وسورتو خاصهم يكونوا منظمين، كيسهلوا عليكم بزاف وما كتبقاوش تفكروا بزاف شنو غتوجدوا الغدا ولا العشاء او لانش بوكس ديال الوليدات. ضروري شويه البسكويت نديروا لخاطر الوليدات، وهنايا دي بواط ديال الطون، وضروري من لاصوص ديال البيتزا. اما بالنسبه للحوم فانا كنمشي لبيم، كناخذ هذه تشيكن رينكس ديال لا مارك ليزيتا اللي كيديروا غير 74 درهم فاصله 90 سنتيم، وكناخذ حتى هذه الشاورما اللي ديجا ديال 24 درهم فاصله 90 سنتيم. هذه ديجا طيبه، يكفي انكم غير كديروها في واحد المقيله هكا اولا كديروها في اير فراير، سوا هي سوا هذه التشيكن. اما بالنسبه للكفته فكناخذ واحد كونتيتي وكنقسم على ثلاثه. الموصول الاول كنديروا دي بوليت، الموصول الثاني كنديروا بهذا الشكل في هذا وكنقطعوا بهذه الطريقه كيجيني ساهل ملي كنبغي نخدم. اما الموصول الثالث ديال الكفته فكنخليه عادي الا احتاجيتو هكا في ليغراتان، وكندير هذا الشيء كامل في الكونجيلاتور. هادو راه كينفعوكم بزاف، بالاخص هذه تشيكن رينكس وهذا الشاورما ديال لا مارك ليزيتا. اما بالنسبه للتمر ضروري ما كناخذوا ليا ولوليداتي هكا في ليكول، والفرomاج حمار كنحكو وكنديروا في واحد لابوط باش كيجيني ساهل هكا الصباح نوض. بالنسبه للحوايجات اللي شاركت معكم اليوم هما اكثر حاجات اللي غتحتاجوا لانش بوكس لوليداتكم، غيسهلوا عليكم مأموريه. وكنصيحه ما تبقايش تقدر كل نهار، تقدي مره في السيمانه ولا مره في الشهر، هكا كتجي اقتصاديه وما كتجيش متعبه. اما بالنسبه للبلانينغ فخنخلي لك في ستوري. السلام عليكم.